السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أجمل أرواح. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع جديد. موضوع زي ما اتعودنا بيبقى دايما الكلام بسيط، لكن الموضوع بيبقى عميق. الموضوع النهاردة بيقول: أنا طيب، هو ده بقى عيب؟ أول حاجة برحب بيكم يا أجمل أرواح. روحكم الحلوة هي اللي دايما بتدعمني. احنا هنا في مساحة هادية، مساحة بتسمح لقلبنا ان هو يتنفس، لعقلنا ان هو يفكر، لقلبنا ان هو يرتاح، ولروحنا كمان تحس بالنشوة والسعادة. هنا مش بنتعلم ولا بنتفلسف، هنا بنتشارك. هنا بنتكلم من القلب، واللي بيوصل للقلب اكيد بيبقى خارج من القلب. فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم في موضوع بسيط، لكن بيبقى كلام بسيط لكن الموضوع بيبقى عميق. أنا طيب، هو ده بقى عيب؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ ليه؟ ليه لما بتكون طيب ناس بتفتكرك ضعيف؟ مش فاهمة. ليه لما بتشيل شوية نور في قلبك وشوية رحمة بتتعامل كأنك آه، مش مفهوم؟ الطيبة مش غلطة، الطيبة مش سذاجة، الطيبة قرار. قرار قرار انك ما تتنازلش لمستوى الضوضاء والاشخاص اللي بيشوشروا على طاقة النور اللي جواك. الطيبة قرار انك تختار السلام بدل الحرب. الطيبة قرار بانك تكون حكيم بدل ما تكون شخص صدامي. الطيبة معناها الرحمة. الطيبة بتكون بدل التحجر والقسوة. الطيب ده مش حد بسيط، الطيب ده حد شفاف قوي، وكتير بيفهموه غلط. وهو فاهم نفسه، لكن اللي حواليه مش بيبقوا فاهمينه ويفكروه عبيط. دايما كلمة طيب بترتبط بعبيط. بس هو اختار حاجة غير الناس. اختار يكون جواه قلبه طاقة نور، وجواه طاقة نظيفة، قلبه يكون نظيف. الناس اللي تستغل الطيب دي مش دليل انك غلط. اوعى تفكر ان انت عشان شخص طيب ان انت شخص غلط. لا ابدا، مش دليل انك غلط. ده دليل انهم لسه ما وصلوش للنضج اللي روحك وصلت له، اللي يسمح ليهم يشوفوا جمال روحك وجمال قلبك، ويعرفوا ان الطيبة دي نعمة كبيرة وتاج على راس صاحبها. واللي بيفتقدها بيبقى شايف التاج ده ومحروم منه. عارفين ليه؟ لأن طبيعي الإنسان اتولد على الفطرة، واتولد إن روحه تبقى نقية، وإحنا اللي مع الأيام بنلوثها. لكن القلوب الكبيرة بتتعب جدا في رحلة حياتها عشان تأكد إن هي بالفعل جواها لسه طاقة نور، ولسه بتتنفس، ولسه عايزة الخير للغير. لكن هقولك على حاجة: ما تسمعش لحد إن هو يجرحك عشان أنت طيب، ولا يستهزأ بيك ويجرح فيك ويجرح في جوهرك. خلي الألم يعلمك حدود، مش يطفي نورك. يعني كل شخص بيستغل طيبتك بيشوفها ان هي عيب، بيشوفها ان هي شيء مش حلو. هو اللي جواه لسه مش حلو، لسه مش قادر يشوف النور اللي جواه، لسه جواه ضلمة. لو حد انتقدك على طيبتك، افتكر دايما ان ربنا زرع فيك شيء هو بيفتقده، مش موجود عنده. دايما يا طيب، اللي بيزرع خير حتى لو اتأذى عمره ما بيخسر. اللي يخسر بجد هو اللي فقد القدرة انه يكون انسان طيب. شوف يا طيب، شوف يا طيبة، خد نفس، وخد آه شوية من كوباية المشروب الجميل اللي انت عامله. واحنا معروفين في 5 دردشة وشوية فضفضة ان احنا بناخد وندي مع بعض كأصدقاء وكأخوات. يمكن الأجساد مش موجودة مع بعض، لكن الأرواح بتتلاقى. عشان كده بتحسوني وبحسكم. افتكر دايما يا طيب انك مش ضعيف. والطيبة دي بتعتبر خطر على الناس الغير أسوياء، أسواد القلوب،
الأشخاص اللي قلوبهم متحجرة. النور مش محتاج يثبت نفسه، كفاية إنه نور. لكن مش ذنبك كفيفي البصيرة مش شايف النور ده، لأن ياما ناس عندهم عيون وما بيشوفوهاش، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أليس لهم قلوبا يفقهون بها، وقال كمان لهم عيون لا يبصرون بها. فسبحان الملك. النور اللي جواك يا طيب خليك، بيقول لك خليك دايما طيب، بس خلي بالك ما تخليش طيبتك تخلي الناس تيجي على كرامتك. خليك دايما صاحي متسامح، لكن اعمل حدود للناس عشان تحافظ على كرامتك. بس ما تكررش نفس الدروس مع نفس الناس. يعني ناس زعلتك وجات على كرامتك، ما تسمح لهمش ان هم يدخلوا تاني حيز حياتك، ولا يشوشروا على طاقتك، ولا يلوثوا قلبك، ولا يحاولوا يطفوا نورك. خلي دايما قلبك راضي، عشان ربنا دايما بيكون راضي عنك. خلي دايما روحك مطمنة ان في مدد وملك ورب كريم بيدعمك دايما وبينور لك قلبك. من هنا عايزة اقول لك يا طيب، المساحة اللي في روحك دايما بتتكلم، دايما بتبقى عايزة الناس اللي جواها نفس الضوء ونفس النور يسمعوها. عشان كده احنا في الفقرة دي اتقابلنا واتكلمنا وقلت لك يا طيب المساحة دي بتبقى مساحة صدق ودفى. مش هيحس بالصدق والدفى ده والوعي الروحي غير شخص يكون زي ما انت عايز. اهم حاجة يا طيب انك ما تضيعش اللحظات الحلوة اللي بتقضيها مع نفسك، بتستعين بالله، بتستعين بقدراتك، بتجلي قلبك، بتجلي روحك، سواء اذا كان ده في الصلاة، في العبادة، في سماع شيء انت بتحبه، في تلاوة القرآن، في ترانيم. اي شيء بيسعدك اعمله. جدد دايما طاقتك، لمع قلبك دايما، خلي طاقة النور دايما في ازدياد، في شحنة دايما ربانية بتكون بتغذي قلبك، وده اللي احنا عايزينه. خلي روحك دايما في وسط العتمة نور. خلي نورك يعمي وضوءك يعمي البصائر والنفوس اللي هي لسه ملوثة. ما تسمعش لحد يطمس نورك ولا يشككك في نفسك ولا يقلل من قدراتك ولا يفتكرك عبيط. دايما خليك عارف ان الطيبة مش ضعف، الطيبة عمق ما يوصلش غير عند الأرواح اللي شبهك. إذا كنت أنت بتقول أنا طيب، اوعى تخجل من ده، لأنك ما تخجل، أنت هتخجل من نورك. ما فيش حد بيخجل من النور. صحيح أنت بتبقى جواك روح خفيفة وشفافة، وإحساسك الروحاني بيبقى عالي لأنك بتبقى حاسس باللي حواليك. لكن ده ما يمنعش برضو انك تحس بنفسك وتحافظ على نورك، وما تحاولش تطفي نورك عشان هم يفتحوا عينيهم. انت زي ضوء الشمس وهم جنبك نجوم، عمر النجم ما هيبان جنب ضوء الشمس. فخليك دايما مشع، خليك دايما منور، خليك دايما متألق. سامح الناس اللي زعلتك، لكن دايما افتح لكل حد عايز يفتح طاقة نور في قلبه ومديله ايدك. ساعده ان هو يجلي قلبه، ساعده ان هو ينور من جواه. خلي الطيبة اللي جواك يا صاحبي عبارة عن كنز وثروة تقدر تدي منها كل اللي مشتاق للنور ومشتاق للرحمة ومشتاق للسلام ومشتاق للتفاؤل ومشتاق بحب الخير للغير. صحيح الرحلة بتبقى صعبة، مش هقولك رحلتك بتبقى سهلة، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما قدرت تكون بالقوة دي وطاقة النور دي جواك، يبقى اعرف ان انت معاك مدد إلهي. صعب جدا ان حد يطفي النور اللي جواه. هم لو بصوا كويس عليك يا طيب وبصوا بقلوبهم فعلا ولسه قلوبهم فيها شيء من الرحمة، هيشوفوا ان قلبك مشع بيطلع نور باين عليك في احساسك، في كلامك، في خطواتك، في التفاعل اللي بتعمله مع المحيط، مع الكون، مع المخلوقات الله اللي حواليك، مع الزرع، مع الشجر، مع الحيوانات، مع القطط، مع اي كائن حي او حتى جماد. انت عارف ان هو في شيء من الرحمة وفي شيء من النور
فدايما مد ايدك بالنور يا طيب، وزي ما قلت لك اوعى تخجل انك طيب. اتمنى ان شاء الله ان الدردشة دي تكون عجبتكم، ودايما نتقابل في شوية دردشة، 5 دردشة وشوية فضفضة، بنتكلم مع بعض كأني قاعدة قدامك يا صديقة ويا صديقتي، وانت بتفضفض لي باللي في قلبك وانا بسمعك، وانا كمان بفضفض باللي في قلبي وانت بتسمعني، وبالشكل ده بنتبادل طاقة النور مع بعضنا. اشوفكم دايما على خير. اتمنى ان شاء الله ما تنسونيش باللايك والشير ودعم القناة، وتشير الفيديو لأي حد حاسس ان هو بالفعل انسان طيب ومحتاج حد يقول له لا احنا عارفين وحاسين ان انت طيب، او حد عنده استعداد ان هو ينقل من حالة لحالة ويعرف يعني ايه يكون انسان بمعنى الكلمة، مش مجرد انسان مجرد حروف، لا ده معنى، ده احساس، ده شيء فطري. ازاي نرجع انسان قبل ما الدنيا تلوثه لفطرته اللي ربنا فطر الكون عليها. ربنا يجعل دايما بينا طاقة نور، ودايما كلمة طيبة، ودايما نكون سند جميل لبعضنا، ويكتب لكم في طريقكم كل الخير يا أصحاب النور. وأنا هنا دايما هكون معاكم وماشية بنية صافية وروح صافية زي ما عرفتوني. كل خطوة بناخدها في رسائلنا هي عبارة عن خير لقلوب كتير، فمش عايزين حد يقلق ولا يخاف ولا يفكر ان هو لوحده، لا احنا جنبه ودايما هنكون مكملين مع بعض. ان شاء الله في الحلقة الجاية هنسمع كلام برضو كلام موضوع بسيط لكن احساسه عميق. اشوفكم على خير يا حبايبي في الموضوع الجديد. كانت معكم ليلى صديقة النور في 5 دردشة وشوية فضفضة. سلام يا حبايبي.